اهلا بيكم فيديو جديد. النهارده هنتكلم عن امتحان معادله الصيدله في المانيا. بالتحديد هكلمك عن ازاي تذاكر وتنجح في الامتحان ده بسهوله من اول مره عشان تاخد ترخيصك الدائم كصيدلي في المانيا اللي تقدر بعدها ان انت تشتغل وتستقر فيه ماديا. معظم الناس شايفه ان الامتحان ده صعب وفيه تحدي وبتاخد وقت طويل في مذاكرته والتحضير ليه. ده ممكن برضه يبقى حقيقي علشان نسبه النجاح فيه مش عاليه، نسبه النجاح فيه تقريبا 40%. بس انا شايف لو انت عندك الخطه المناسبه للتحضير للامتحان، خطوات بسيطه تقدر ان انت ان شاء الله تحضر له بسهوله وتنجح فيه من اول مره. ده بالظبط اللي انا كنت عملته لما كنت بذاكر المعادله دي زيك. لا اول مره اتقابل، اهلا، انا اسمي محمد ابو زيد، انا صيدلي مصري بشتغل في المانيا بقالي حوالي 6 سنين. وفي الفيديو ده هنتكلم مع بعض عن الامتحان ده شكله عامل ازاي، ايه المصادر اللي انت المفروض تحضرها عشان تعرف تذاكر، ايه الخطه اللي انت المفروض تمشي عليها، ازاي تستخدم المصادر دي عشان تحضر نفسك للامتحان، ازاي توازن ما بين الشغل والمذاكره لحد ما تعرف ان انت جاهز ان انت تخش الامتحان وتنجح من اول مره. على فكره لو انت صيدلي وبتفكر ان انت تسافر المانيا وما تعرفش ده ازاي تعمله لو انت لسه في بلدك الام، انا عملت فيديو تفصيلي فيه كل التفاصيل والورق اللي انت المفروض تجهزه وتمشي فيه خطوه خطوه لحد ما توصل المانيا. هحطه هنا تحت في صندوق الوصف. والامتحان بتاع المعادله ده الامتحان الاساسي اللي بيبقى فيه المواد اللي انت بتمتحنها، ده بعد الامتحان الاولاني في المعادله اللي هو امتحان الفخ، ده امتحان لغه طبيه. بس اول مشكله فيه ان انت ما بتبقاش عارف اصلا ايه اللي انت المفروض تمتحن عليه، مفيش منهج واضح. لو انت مسكت نموذج امتحان هتلاقي شويه اسئله كلها من مواضيع مختلفه وكلها مش شبه بعض، مفيش حاجه انا اذاكرها وهيجي منها الامتحان، ولو خرج منها الامتحان نقول لهم يا جماعه دوروا المنهج زي ما احنا كنا متعودين مثلا في الكليه. الامتحان مش كده، ودي ممكن اول حاجه انا كنت شفتها صعبه لما كنت بادئ ان انا اذاكر المعادله. ما كنتش عارف اذاكر منين لحد ما لقيت في واحد صاحبي الماني، هو كان لسه مخلص الكليه في سنه التدريب بتاعته وبرده بيحضر نفسه للامتحان كمان كام شهر، فشفته هو كان بيذاكر ازاي وبدات ان انا بعمل زيه. الامتحان بيبقى 3 اجزاء، جزء حاجه اسمها براكسس اللي هو يعني عملي، جزء قانون، وبالنسبه للاجانب لو انت دارس بره الاتحاد الاوروبي يبقى في ماده ثالثه اللي هي صيدله استشاريه. لما جيت احضر نفسي الامتحان انا حطيت هدف ان انا عايز امتحان كمان 6 شهور، ال6 شهور دول هقضيهم ان انا بذاكر بشكل مكثف بس الامتحان جنب الشغل. وقتها كنت بشتغل بدوام كامل في الصيدليه كصيدلي تحت الاشراف زي كل الناس اللي بتيجي معادله. بعد اول امتحان في اللغه بتاخد ترخيص مزاوله مهنه مؤقت تقدر تشتغل بعدها كصيدلي تحت الاشراف لحد ما تخلص الامتحان دوت. فقللت ساعات شغلي ل 25 ساعه في الاسبوع، ده اللي هو يعني نصف دوام، ان انت تيجي الشغل 3 ايام في الاسبوع وباقي الاسبوع ببقى قاعد بذاكر. بدات اذاكر الاول جزئين في الامتحان اللي هو البراكسس العملي والكلينيكال فارماسي او الصيدله الاستشاريه. لو انت جبت النماذج القديمه وبدات ان انت تفر فيها ان انت تحاول تمتحن نفسك تشوف انت فين من مستوى الامتحان، هتلاقي ان انت بعيد جدا، هتلاقي ان تحبط، انت مش هتعرف تجاوب اي حاجه. عشان كده اول حاجه عملتها ودي نصيحتي ليك، ان انت لو عايز تبدا مذاكره ان انت تبدا تراجع الفارما، ان انت تراجع الفارماكولوجي، ده اساس مهم علشان تعرف تمشي في بقيه الحاجات. علشان غالبا في اي سؤال غير قسم القوانين او القسم الثالث في الامتحان لو جت سيره اي دواء او مرض فبيطلب منك ان انت تتكلم شويه عن الدواء دي او المجموعه الدوائيه دي، اسمها، المواد اللي شبهها، ميكانيزم اوف اكشن، الاعراض الجانبيه، وهكذا وهكذا، كل حاجه متعلقه بالفارماكولوجي. فانت لازم يا اما تذاكرها يا اما تراجع عليها لو انت اوريدي يعني مش ناسي الفارما، وساعتها المصدر غير مهم. المهم ان انت تعرف تقول كل المعلومات اللي انت بعد كده هتكون ذاكرتها بالالماني. الالمان بيذاكروا من كتاب فارما اسمه تاشن اطلس، هحطه هنا في صندوق الوصف، او يعني اي مصدر انا هقوله برضه هحطه هنا في صندوق الوصف. التاشن اطلس ده كتاب فارما كبير، يعني فيه تفاصيل كتير، انت مش مضطر ان انت تحفظ كل حاجه دي، بس انت لو يعني عايز تراجع وتفهم الحاجات اللي انت ممكن تكون ناسيها من الاول فانت ممكن تبص له او تخليه مصدر مثلا تاني، وتشوف اي مصدر تاني انت كنت بتذاكر منه قبل كده او انت شايف ان هو سهل بيشرح بالعربي او بالانجليزي. انا كنت بذاكر من فيديوهات دكتور عبد المتعال فوده، ده موجود على اليوتيوب والراجل ده يعني رائع في شرح الفارما. انا كنت يعني ناسي 3/4 الفارما وكنت بتفرج على الفيديوهات بتاعته، ودي اللي انقذتني ان انا افهم كل حاجه في الاول. كنت بقعد اتفرج على كل الفيديوهات بتاعته وبلخصها وبشوف الحاجات المهمه منها ان انا اترجمها الماني وانا بذاكر. دي كانت طريقتي في المذاكره. بعد ما خلصت المراجعه بتاعه الفارما دي في كتاب تاني اسمه لاست مينيت فارماكولوجي، ده بالالماني بس هو ده ملخص جدا، يعني هو ممكن كل مجموعه ممكن يبقى فيه مثلا شارحها في الصفحه او نص صفحه على حسب، بس ده مش كتاب مذاكره ولكن انت بتراجع منه عشان في الامتحان انت مش مضطر ان انت تقعد تتكلم كتير، بس انت تقول الحاجات المهمه في كل جزء. فمكتوب مثلا كل المواد اللي بتبقى مرتبطه بمجموعه دوائيه معينه، فده كويس ان انت تراجع منه. لما تخلص مذاكره الفارما او بالتوازي ممكن تخش ان انت تكمل مذاكره في جزء البراكسس او الجزء العملي. والجزء ده علشان تفهم تذاكره ازاي لازم تفهم ايه الاسئله اللي بتسال فيه. دي مواضيع مختلفه، مواضيع الامتحان شايفين ان هي بتقابلك كل يوم في شغلك كصيدلي في اي مكان عمل انت ممكن تشتغل فيه بعد كده كصيدلي مرخص في المانيا، سواء صيدليه عامه، صيدليه مستشفى، صيدليه في مصنع او اي حاجه تانية، او ان انت مثلا تشتغل في ترخيص الادويه او غيرها. عشان هي مواضيع متفرقه ومش شبه بعض ففي كتب بتجمع الاسئله اللي بتتسال كتير في الامتحانات دي، زي مثلا كتاب اسمه بروفونغسترينا، ده كتاب مشهور جدا، كل الناس اللي بتمتحن المعادله بتجيبه، الطلبه الالمان وبرده الاجانب اللي بيمتحنوا المعادله بيجيبوا الكتاب ده، وهو بينزل كل سنه نسخه جديده بالاسئله الجديده المحدثه اللي هم بيلموها من كل الولايات اللي في المانيا. طبعا كل ولايه فيها مجموعه ممتحنين وكل مجموعه ممتحنين دي بيسالوا حاجات مشهوره، هنيجي للموضوع ده قدام شويه في الفيديو. بس الاول لو انت بادئ تذاكر الجزء بتاع ده في الامتحان اللي هو البراكسس، فانت محتاج ان انت تاخد الاساسيات دي، ان انت تراجع او انت تذاكر
تذاكر الاسئله اللي هي في البروفونجستخينه، علشان دي اسئله من مواضيع كلها انت ممكن تسالها في الامتحان عادي. ولازم تحط في دماغك وانت بتذاكر لاي موضوع ان انت بتحاول ان انت تقوي اللغه بتاعتك. انت بتسال الحاجات دي كلها بالالماني في الامتحان، محتاج ان انت تبين ان في الامتحان ان انت فاهم 100% اي حاجه هم بيقولوها، وقادر ان انت على قد ما تقدر برضو تعبر بنسبه 100% في الامتحان، علشان اي تصور هم بيتصوروه ليك وانت بتمتحن الامتحان بتاع دريتشتاتس اكزامن ده او امتحان التعديل، ان انت بكره هتكون صيدلي مرخص لو هم نجحوك في الامتحان، ومسؤول عن كل حاجه بتحصل في الصيدليه، وهم صمام الامان الوحيد اللي هيقفوا قدام ان انت تعمل حاجه غلط بسبب عائق اللغه. فاللغه دي يعني احنا مش بنمتحنك في اللغه، احنا بنمتحنك في المواد العلميه. فلو لسه في مشكله في اللغه حقيقيه، يعني اللي هو انت فعلا مش انت مش فاهمنا او في حاجات فادحه يعني انت مش عارف تعبر عنها، احنا مش هننجحك في الامتحان. لازم تاخد بالك وانت بتذاكر علشان تبان قد ايه ان انت متمكن في اللغه في الامتحان ده، علشان الاسباب اللي لسه قايلها مش عنصريه ضدك او حاجه ان انت مش عارف يعني تتكلم لا بالالماني، ولكن ان انت لازم تكون قد المسؤوليه ان انت ما تعملش حاجه غلط يكون سببها اللغه، ان انت مثلا تاذي حد او تعمل حاجه غلط في شغلك كصيدلي. انت فاهم قصدي؟ بعد ما تكون بنيت الاساسيات دي في جزء البراكسس او الجزء العملي، ممكن انت تخش في القسم الثالث اللي هو قسم القانون في الامتحان، او ان انت تبدا ان انت تذاكر على طول من الامتحانات السابقه. الامتحانات السابقه في امتحان المعادله دي مهمه جدا عشان ببساطه الاسئله بتتكرر، وزي ما قلت لك ان هو مفيش منهج واضح يعني انت بتتسال منه، ولكن انت بتتسال على حسب المواضيع الدكاتره اللي هيمتحنوك هم شاطرين فيها او هم بيحبوا يسالوها، يعني هم شايفين ان هي مهمه، فاحنا هنقعد نسالك مثلا في التطعيمات او ان انت تشرح حاجه معينه في الفسيولوجي او اي حاجه. يعني هم بيسالوا حاجات فعلا من بحر واسع، وانت بس الطريقه الوحيده ان انت تنجح في الامتحان ان انت تجاوب على اكبر قدر من الاسئله هم بيسالوها، وده هتحاول لو انت عارف هم بيسالوها. الامتحانات السابقه دي سهل تحصل عليها لو انت في الولايه بتاعتك، بيبقى في جروبات فيسبوك في الناس بتشارك البروتوكولات السابقه او الامتحانات السابقه. الالمان والاجانب كل حد بيمتحن الامتحان بيحاول ان هو يقول انا النهارده يا جماعه كان امتحاني وجالي الاسئله الفلانيه على حسب ما هم يفتكروا يعني الامتحان جه فيه اسئله ايه، والحاجات دي كلها مجمعه على حسب السنين الكتير اللي فاتت. وصدق او لا تصدق، المانيا زي بقيه يعني الدول الامتحانات بتتكرر فيها عادي. الطلبه الالمان يعني بيذاكروا بروتوكولات اكتر من يعني اي حد تاني، فده مش فارق اذا كنا احنا دي طريقتنا في المذاكره برضه مثلا في مصر، بس هو برضه في المانيا نفس النظام. ثالث جزء هو قانون، وده مذاكرته سهله نوعا ما علشان هو ما فيهوش حاجات علميه كتير، هو ده مجرد قوانين كتير بتحدد الحاجات اللي بتحصل في الصيدليه، في سير عمل الصيدليه او سير يعني الدواء بشكل عام في المانيا وفي اوروبا، وانت لازم تكون على درايه بيها علشان دي حاجات كتير انت بتشوفها في يومك كصيدلي، حاجات زي قانون الدواء، قوانين اللي بتحكم الصيدليات، قوانين اللي بتحكم ترخيص الادويه، وحاجات تانية كتير. مش مهم تكون حافظ القوانين او حاجه، بس تكون فاهم كل القوانين وكل الحاجات المهمه اللي انت هتشوفها كل يوم. يعني مش لازم تقول له مثلا يسالك في رقم الباراجراف المعين في القانون ده رقمه كام وقوله لي، ما بيحصلش الحاجات دي، بس لازم تبقى فاهم كل حاجه وعارف مصطلحات المفتاحيه بتاعت الحاجات المهمه. طبعا القانون ده يعني صعب ان انت تقعد تمسكه وتذاكره زي ما هو، لازم تجيب ملخصات. في واحد اسمه رافاتي هنا في المانيا بيعمل محاضرات، وفي بلاتفورم كبيره جدا اسمها فارما فور يو. انا مش بعمل لهم اعلان، بس البلاتفورم دي ممكن تفيدك بحاجتين. اول حاجه ان هم عندهم بنك اسئله لامتحانات دريتشتاتس اكزامن او امتحان الدوله الثالث وامتحان الدوله الثاني. انت ممكن تسجل في الموقع بتاعهم دوت، الموقع ده بفلوس باشتراك سنوي، وتستخدم بنك الاسئله ده علشان ده في اسئله قوانين كتير ممكن تفيدك في الامتحان. انا ليه بقى بعمل لهم اعلان؟ علشان انت ممكن تاخد اشتراك لمده سنه ببلاش لو انت عملت حساب بنكي في بنك اسمه بنك الاطباء والصيادله ابو بنك، وده اللي انا كنت عملته. انا ما كنتش عندي اي اهتمام ان انا افتح حساب بنكي في البنك ده، بس رحت فتحت حساب مخصوص لما كنت بعمل معادله. ولما انت تروح تعمل حساب تقول لهم انا لسه همتحن امتحان الدوله الثالث، عايز منكم جوتشاين او فاوتشر، فبيدوا لك فاوتشر لو انت فتحت الحساب، وبتاخد الفاوتشر ده بتفتح حساب لمده سنه ببلاش، وبتستخدم البلاتفورم او الموقع ده ان انت تذاكر من عليه بنك الاسئله بتاع الدريتشتاتس اكزام امتحان الدوله الثالث. هتلاقي اسئله عن القانون، اسئله عن البراكسس، واسئله تانية بتاعت الصيدله السريريه، دي بتبقى موجوده في بنك الاسئله بتاع امتحان الدوله الثاني. بس الماده دي بتبقى موجوده في ولايات كتير في امتحان الدوله الثالث بس اللي امتحنوا الصيادله الاجانب، زي مثلا ولايه شمال الراين، فده ممكن برضو انت تستخدمه ان انت تذاكر عشان الماده الثالثه اللي بتبقى في الامتحان. كمان في الجزء بتاع القانون في ملازم للكورسات بتاعه القانون، هو بيبقى مقسم فيها القوانين دي بشكل ممتاز، يعني بشكل سهل جدا. مش لازم انت تروح تاخد كورس عنده، بس لو عرفت تحصل على الملزمه فده يبقى مصدر حلو جدا ان انت تذاكر منه، احسن من ان انت تمسك كتب اللي بيبقى فيها يعني قانون بشكل يعني صلب شويه، اصعب ان انت تقعد تذاكره وهو متلخص او متقسم يعني احسن. وده اللي انا كنت برضه عملته لما كنت بامتحن معادله. الاهم من كل ده بقى ان انت ازاي توازن ما بين شغلك في الصيدليه والمذاكره عشان الامتحان. انا رايي ان انت بصراحه لازم تكون بتشتغل في الصيدليه او اشتغلت مده كافيه في الصيدليه قبل ما انت تخش الامتحان ده، عشان زي ما قلت لك هو بيبص لك او يعني اي سؤال بيبقى مصاغ في الامتحان ده ان انت واقف في الصيدليه او موقف شبهه في الصيدليه حصل لك، ولو انت ما عندكش فكره اصلا عن سير العمل في الصيدليه في المانيا غالبا مش هتعرف تجاوب، او هتجاوب اجابه يعني مش هتعجبهم، او هتلاقي ان اصلا في صعوبه في المذاكره في تحضيرك للامتحان اصلا من الاول. عشان
كده انا شايف ان انت لو حتى مش مضطر ان انت تشتغل في صيدليه علشان تصرف على نفسك في الفتره دي، فانت لازم تشتغل علشان تستفاد من وجودك في الصيدليه. اي حاجه انت بتذاكرها ممكن تشوفها عملي، ممكن تناقشها مع مديرك او مديرتك في الصيدليه. انا كان عندي الفرصه ان مديرتي في الصيدليه كانت صيدلانيه شاطره جدا، وكانت مهتمه ان انا افضل اتدرب طول ما انا موجود في الصيدليه على الامتحان، وكنا بنقعد مع بعض مره في الاسبوع بنراجع مواضيع مختلفه كلها كانت ممكن تيجي لي في الامتحان. وفضلنا نكثف الموضوع ده لحد قبل الامتحان يعني بكام اسبوع، لما بقيت يعني بذاكر كل حاجه لوحدي ونجحت الحمد لله. لو انت ما عندكش الحد ده، على الاقل تكون موجود في الصيدليه وتشتغل يعني نصف الدوام والنص التاني تكون مركز بس في المذاكره. انا شايف ان انت لو جمعت مصادر وحطيت خطه ان انت تطبق كل اللي احنا اتكلمنا فيه ده، ان شاء الله هتنجح في الامتحان من اول مره. لو انت ماشي في طريق المذاكره وحاسس انك تايه، ممكن تشوف حد تاني ماشي في نفس الطريق تذاكروا مع بعض. ولو عندك اي اسئله ممكن تقولي برده هنا في الكومنتات، احاول ارد عليك. في الاخر انا بتمنى لك كل التوفيق. ممكن تشترك في القناه عشان تشوف الفيديوهات الجايه وتدعمني ان انا اعمل فيديوهات اكتر بس، واشوفكم فيديو جديد.